السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكنافة يعني رمضان، ورمضان يعني الكنافة. دايما احنا نحب نعمل الكنافة في رمضان اكتر من اي وقت تاني. ودي شوربة العدس. هنعمل في الفيديو ده شوية حاجات هتعجبكم، من ضمنها الكنافة وشوربة العدس. هنبتدي بالكنافة، هنبتدي طبعا بالحلو. الكنافة اول ما ابدأ اعمل حاجة بعمل الشربات بتاعها، وبزود الشربات شوية عشان يفيض منه شوية لأي حلويات تانية. يعني مش كل مرة بعمل شربات. الشربات ده عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية مية ونص ليمونة ومعلقتين 3 عسل جلوكوز. وده نص كيلو كنافة اللي انا هعمله. نص كيلو كنافة حطيت عليه نص كوباية سكر مطحون وكوباية سمنة، وفركتهم كده في بعض. خليت الكل يتشرب من بعضه، السكر والسمنة بايديكي الاتنين، وفركي السكر والسمنة والكنافة مع بعض. ودي المهلبية اللي احنا هنحطها في النص. هنعمل مهلبية بدون سكر، كوبايتين لبن وعليهم معلقتين او 3 نشا. النشا تكوني مدوباها في مية واللبن سخن، وتقلبي كده بسرعة 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 يعطيكي المهلبية بالقوام اللي انت عايزاه. لو لقيتيها ما هيش جامدة، يعني هي القوام بتاعها مش جامد قوي ولا طري قوي، بس هي لو طرية ما بتبقاش حلوة، بتطلع من الكنافة. ولو جامدة ما تبقاش حلوة، خلي القوام بتاعها مظبوط. ودي السمنة بدهنها في الصينية. الصينية دي انا جايباها ب120 جنيه يا جماعة. حاسة ان هي غالية، ولا انتوا رأيكم ايه؟ المهم حطيت رقة سمنة، وفي النص المهلبية، وبعدين رقة كنافة، رقة كنافة، وبعدين رقة مهلبية، وبعدين رقة كنافة على الوش. بس كده، وتحطها في الفرن في الرف الأوسط. بتقعد تقريبا أكتر من نص ساعة. أنا لما حطيتها في الفرن الأنبوبة شطبت عليها والله، وغيرت الأنبوبة. أكتر حاجة بتضايق الأنبوبة تشطب على الأكل أو على أي حاجة مهمة. دي كانت حاجة في الفرن مكنتش عايزاها يعني. الحمد لله على كل حال. ودي فراولة وعدس. ده الفطار بتاع النهاردة. الفراولة دي كل يوم أساسية عشان خاطر هنا في سنة تالتة بتصوم، ما بتشربش الا عصير فراولة بس، مش عايزة غير عصير فراولة بس. المهم هنعمل عدس، شوربة عدس. فهمسة برضو قالت لا مش عايزة شوربة عدس، انا عايزة عدس ورز. قلت لها ماشي. عملنا لها نص الكمية، كنت جايبة نص كيلو عدس، نص الكمية عدس رز. وكان عندي سمك شويت برضو يعني عشان العدس. كان عندي شوية سمك كده صغيرين اقل من كيلو، شويتهم. ودي شوربة العدس. غسلت العدس وحطيته في مية مع طماطمية وجزرة وبصلة، ويتغلوا. وبعد ما يتغلوا تضربيهم. ده كان افطار النهارده. عملنا عصير الفراولة وعصير اناناس. عصير الفراولة اساسي زي ما انتوا عارفين عشان خاطر هنا. واي بقى حاجة تانية، لو عندنا مانجا لو ما فيش مانجا نعمل اناناس فيها اهو. الحمد لله يعني ايه، في حاجات متوفرة للعصير اليومين دول. وايه رأيكم؟ حطيت في شوربة العدس كركم برضو. وده البوتاجاز بتاعي. البوتاجاز بتاعي نوعه فريش، مزهقني في التنظيف. حطيت عليه شويه بريل كده وبليته بميه عشان الحاجات دي تبوش الاول. قمت غسلته، بس المشكله ان فيه حاجات بتفضل ماسكه. اللون فيه اماكن اللون ما بتاعها ما بيتغير مع الحراره الجامده. وده انا مش حباه. انا كان عندي بوتاجاز ايديال كان بينضف عن كده بكل سهوله، انما النوع الفريش ده مش عاجبني. فريش حلو في انه شغله عالي، بس الاستانلس بتاعه مش كويس. ودي الكنافه. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وسلام.